تصنيف الشبكات بحسب اتساع نطاقها. عند الانتهاء من هذا الدرس يجب أن تكون قادرا على توضيح الفرق بين الشبكة محلية النطاق LAN والشبكة واسعة النطاق WAN. يمكن تصنيف الشبكات بحسب اتساع نطاقها إلى نوعين أساسيين، وهما الشبكات محلية النطاق أو Local Area Network، والتي يختصر اسمها إلى LAN. الشبكات واسعة النطاق أو Wide Area Network، والتي يختصر اسمها إلى WAN. لنبدأ أولا بالحديث عن الشبكات محلية النطاق أي LAN. يتراوح حجم الشبكات محلية النطاق بين حاسبين مرتبطين بشبكة وبين مئات الحاسبات المتصلة بشبكة. الأمر المهم هنا هو الانتباه إلى أن ما يميز شبكة LAN هو أنها تكون في منطقة جغرافية محصورة مثل أحد المباني، كما أنه من الضروري الانتباه إلى أن عدد الحواسيب المرتبطة بالشبكة ليس طرفا في عملية تصنيف الشبكات. مثلا قد تحتوي شبكة LAN في بعض الحالات على عدد أكبر من الحاسبات من ذلك الذي تحتويه شبكة WAN. لننتقل الآن إلى الحديث عن النوع الآخر من الشبكات، وهو الشبكة واسعة النطاق أي WAN. اللبنة الأساسية في بناء الشبكات واسعة النطاق WAN هي الشبكة محلية النطاق، حيث أن الشبكة واسعة النطاق هي عبارة عن شبكتين أو أكثر من الشبكات محلية النطاق المرتبطة ببعضها البعض. مثلا قد تكون شبكة WAN مكونة من شبكة LAN في فلسطين متصلة بشبكة LAN أخرى في السعودية. ما يميز شبكات WAN هو أنه لا يوجد محدد جغرافي على اتساع نطاقها، أي أن شبكة WAN واحدة قد تغطي سطح الكرة الأرضية أو أكثر. الإنترنت هي أكبر شبكة WAN معروفة في عصرنا الحالي.